أول من خالف أمر الرسول، وأول من أخذ لقب أمير المؤمنين، وأول غزوة غزاها هو لوحده كان هو. يا ترى مين ده؟ الراجل ده هو عبد الله بن جحش، وهو كان قريب من رسول الله، فكان ابن عمة الرسول، وكانت أخته زينب بنت جحش واحدة من زوجات الرسول. دخل عبد الله بن جحش الإسلام قبل ما يدخل النبي دار الأرقم بن أبي الأرقم، اللي هي لو انت متعرفش يعني أول مدرسة في الإسلام، فكان فعلا من السباقين في الإسلام. ولما طلب الرسول من المؤمنين إن هم يهاجروا للمدينة، كان تاني واحد يهاجر بعد أبو سلمة، وكان واخد عيلته كلها وهاجروا. بس للأسف قريش مش هتعديها بالساهل، أكيد قريش عملت حركة وحشة قوي في المسلمين، بالذات اللي اسمه أبو جهل وعتبة بن ربيعة. عملوا ايه بقى الناس دول؟ كانوا بيعدوا على كل بيت من بيوت المسلمين علشان يعرفوا هو هاجر ولا مهاجرش ولسه موجود. وكان بيت عبد الله بن جحش جميل قوي، فأول ما شافوا عتبة بن ربيعة قال ياه، كان البيت عبد الله بن جحش ده كان من أجمل البيوت، بس دلوقتي مفيش حد موجود فيه، تحسه كأنه بيت مهجور. تخيل راح أبو جهل بقى يعمل ايه؟ راح دخل البيت وقعد فيه وكأنه بيته بالضبط. طبعا الحركة دي حركة وحشة جدا. تخيل ان انت تسيب بيتك لسبب ما زي الهجرة مثلا، او ان انت تسافر او حاجة، وترجع تلاقي ناس قاعدة تانية خالص في البيت بتاعك، فحركة بصراحة تعصب. وفعلا هو ده كان الشعور اللي حاسس بيه عبد الله بن جحش بعد ما سمع الخبر ان ابو جهل قاعد في بيته. فراح قال لرسول الله عن الموضوع ده، فراح الرسول قال له: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ فقال له: طبعا يا رسول الله. فقال له: فلك ذلك. فرح جدا عبد الله لأنه كده ربنا بدل البيت بتاعه ببيت في الجنة، فيا سلام يا بخته يعني. طبعا عبد الله كان مصدق إنه يرتاح من الهجرة لأنه فعلا كان تعبان قوي، بس سبحان الله ما شاء الله يعني، إن ربنا يديله أقصى امتحان ممكن يمر فيه في حياته، وقعنا في تجربة هيمر فيها من ساعة ما أسلم. طب يا ترى إيه هي التجربة دي؟ تعالوا نتعرف على التجربة القاسية المرة اللي مر بها عبد الله بن جحش. بدأت القصة لما الرسول أمر 8 من الصحابة بأول عمل عسكري في الإسلام، وكان منهم عبد الله بن جحش وسعيد بن أبي وقاص، وقال لهم: لأؤمرن عليكم اصبركم على الجوع والعطش. وكانت مهمة عبد الله بن جحش هو بالطائفة بتاعته إنه يروح مكة عند قريش. وللعلم عبد الله بن جحش كان أول أمير يؤمر على طائفة من المسلمين، هكذا كقائد للطائفة. الرسول ساعتها كان مديله رسالة وقال له: افتحها بعد يومين من سفرك وهتعرف مهمتك ايه هي بالظبط. وفعلا بعد يومين من سفره فتح عبد الله الرسالة ولقى فيها الكلام الآتي: إذ نظرت في الكتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة فترصد بها قريش وقف لنا على أخبارهم. يعني إنه يروح مكان بين الطائف ومكة قصد بها قريش طبعا علشان يعرف كل أخبار قريش هناك. فرح عبد الله قال للطائفة بتاعته اللي موجود في الرسالة وأمر الرسول، وقال لهم: اللي عايز يجي معايا تمام، واللي مش عايز خلاص ممكن يرجع تاني المدينة، لأن الرسول أمرني إن أنا مجبرش حد فيكم. راحوا كلهم قالوا له: لا إحنا طبعا جايين معاك. وفعلا راحوا المكان اللي الرسول قال لهم عليه، وقعدوا يروحوا وييجوا علشان يعرفوا أي أخبار عن قريش، لحد ما مرة واحدة لقوا قافلة من قريش فيها 4 رجال، ومعاهم تجارة لقريش فيها جلود وزيتون وإلخ من كل ده. فقعدت الطائفة بتاعت المسلمين تتوشوش ما بينها وما بين بعض علشان يعرفوا هيتصرفوا ازاي في الموقف اللي هم فيه. وكانوا ساعتها هم في آخر الأشهر الحرام، والأشهر الحرام دي اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وكان ساعتها العرب بيحرموا فيها القتال، يعني لو في حد قاتل فيها يبقى انت كده يعني العادات والتقاليد بتاعت العرب انت كده ما بتعملش بيها. فكانوا عمالين يفكروا: دلوقتي احنا لو رحنا هجمنا على القافلة دي احنا كده قطعنا يعني او عملنا حاجة مينفعش ان احنا نعملها لان احنا في الاشهر الحرام، ولو سبناهم ممكن هم يجوا يهجموا علينا لو عرفوا ان احنا مسلمين. طب يعملوا ايه؟ قعدوا يتوشوشوا لحد ما خلاص اتفقوا ان هم هيهاجموا عليهم، وأمرهم إلى الله لحد يعني لأن هم لو سابوا نفسهم ممكن لو عرفوا إن هم مسلمين يروحوا ينقضوا عليهم. طب ليه؟ إحنا نهاجم عليهم الأول. وفعلا راحوا هاجموا عليهم وأخدوا كل الغنايم اللي معاهم، وقتلوا 1 وأسروا 2، وفي واحد هرب منهم للأسف. راجعين لرسول الله وقالوا لرسول الله على كل حاجة. ساعتها رسول الله اتضايق جدا وألمهم أشد الإلامة، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، إنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركاتهم. ساعتها عبد الله بن جحش حس إن هو أخطأ، لأن هو كده يعني خالف أوامر الرسول قال له اعمل كذا، هو عمل حاجة تانية غير ده، فجات له كده حالة نفسية وبقت نفسيته في الدمار.
إن كل المسلمين اللي رايح واللي جه عمال يلومه ويقوله انت ازاي تعمل حاجة زي كده. وللأسف اللي زعل عبد الله بن جحش أكتر إن الموضوع اللي عمله ده خلى العرب يتكلموا عن الرسول كلام يعني كلام سيء. فبقت قريش عمالة تقول ده الرسول استحل الشهر الحرام وبقى يقتل الناس فيه وأخد الأموال وأسر الرجال فيه. فلما اشتد على الحزن على عبد الله والطائفة بتاعته نزلت آية على الرسول بتقول إن اللي عمله عبد الله ده مش غلط، وبتقول إن ربنا راضي عن الصنيع اللي عمله عبد الله. ففرحوا قوي إن في آية نزلت بتقول إن اللي عمله عبد الله ده مش غلط، إن ربنا مسامحه وإن ربنا راضي عن الكلام ده. والآية دي هي الآية 217 في سورة البقرة، واللي بتقول بعد الآية دي الرسول فرح ورضي عن عبد الله، وكل المسلمين تفهموا الموقف بتاع عبد الله. وللعلم اللي عمله عبد الله ده خلى إن أول غزوة للمسلمين هي الغزوة اللي عملها عبد الله دي، وأول قتيل من المشركين هو القتيل اللي قتله عبد الله ده، وأول أسير هو الأسير اللي أخده برضه عبد الله، وأول أمير المؤمنين هو عبد الله بن جحش. فبارك الله في عبد الله بن جحش، رغم ان هو اخطأ وفعلا خالف امر الرسول، بس ربنا رضي عنه والرسول رضي عنه، وكان برضو ليه يعني اعذاره في الموقف اللي هو فيه. وبس كده خلصت الحدوتة. وطبعا تقدر انت تنشر الفيديو ده، لان يعني ممكن تنشرها لباباك او مامتك او اخواتك او حتى واحد صاحبك، فدي حاجة جميلة تنشرها وبتدي طاقة ايجابية والخ من كده يعني. وبس كده، شكرا ان انت لحد هنا، وان انت فعلا لو ان انت لحد هنا فانت يعني راجل جامد جدا.